صباح الخير. تعالي معايا النهارده عامله لك بسكوت الشاي ده، هيعجبك قوي. خليكي معايا لاخر الفيديو هتستفادي جدا. دي طريقه بسكوت فانيليا سهله وبسيطه وجميله قوي. حضري بقى يلا مقاديرك: كوبايه زبده، نص كوبايه سكر، 2 بيضه، معلقه فانيليا، نص معلقه بيكنج باودر كبيره او معلقه شاي صغيره بيكنج باودر على حسب ما انت عندك ايه. دي الزبده هي اللي انا مستعملاها، زبده صفراء. البيض بتحطيه بضايه بضايه. انت الاول حطيتي الزبده مع السكر وضربتيهم بالمضرب الكهربائي كويس جدا. ما عندكيش مضرب كهرباء اضربي بالمضرب السلك. ادي اول بضايه حطيناها ونفضل نضرب فيها لغايه ما يبقى الخليط كريمي هش زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. البضايه اختلطت بكل المزيج الكريمي. هنحط البضايه التانية وبعدين باكو الفانيليا عشان طبعا زفرة البيض لازم. واي نوع حلويات تعمليه لازم ترشي رشة ملح. دي معلقة بيكنج باودر اهوت، يعني مش معلقة، تعتبر نص معلقة. رشة ملح ده طبعا لازم علشان تبين لك الطعم وتخلي ريحة الفانيليا تظهر معاكي. طبعا لو ما يكون سكر بودرة يكون افضل من السكر اللي هو الخشن، لكن لو ما عندكيش سكر بودرة ما فيش اي مشكلة. ده كده الدقيق هنحط كوباية كوباية. انا هعمل 3 كوبايات دقيق اهو. تفضلي تضربي بالمضرب لغايه ما تحسي ان العجينه بقت لينه سهله زي ما حضرتك شايفه كده. هاتي بقى لو عندك مكنه بسكوت قطعي، لو عندك قمع قطعي بيه. ما تنسيش تعملي لايك وما تنسيش تعملي اعاده نشر للفيديو عشان غيرك يستفيد. طبعا انا كده بقطع بالقمع اللي هو بتاع الكريم شانتيه. بيبقى فيه طبعا البلابل دي بيبقى فيه منها للبسكوت يعني. طبعا انا شغاله لوحدي، محدش بيساعدني خالص ولا حد بيمسك لي حتى الكاميرا يصور لي. انا ماسكه الكاميرا بايد وبقطع بايد، فسامحوني بقى اذا كانت صوابع البسكوت مش طالعه مظبوطه، بس والله شكلها جميل جدا. الكاميرا ظلماها برضو. بصوا الجمال، طلعت حلوه قوي وجميله وريحته حلوه قوي. وانت بقى لو عايزه برضو تبتكري بقى انت وتغيري، ممكن تحطي شوية عصير برتقان يبقى بسكوت بالبرتقان. بصي كده انا بعد ما دخلته الفرن ما خدش 10 دقايق. بصوا جماله حلو قوي ورقيق كده وريحته حلوة وطعمه حلو. لو عملتيه مش هتندمي صدقيني، جميل جدا يعني احسن من الحاجات اللي بتشتريها من الشارع. يلا بقى قومي جربيه وان شاء الله هتدعيلي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي اشتراك وما تنسيش تعملي لي إعادة نشر للفيديو واللايك. يا رب أكون خفيفة على قلوبكم. بحبكم في الله. أستودعكم الله وفي رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.